جاو عندنا ملي يجيو قلنا لهم راه واحد المعزه هذيك دخلت واحد الكار وما يطلعوا عليها جابوها لنا ذبحناها شوينا منها. ملي تعشينا نقول الدراري هاكا بهاد قلت لهم الليله ديال هاد المعزه محاش تخرج بخير. مره الرابعه هي اللي هما يبداو ينزلوا الهليكوبتر الاولى اللي جا شوف هذه كوموندو جابوا داروا داكشي ديال الكاموفلاج شي حاجه في من باش دير الدخان باش ما يتشافوش. بلونطاو الرايات ديالهم وحيدوا الرايات ديالنا ومشاو بحالاتهم هذوك لا ميسيون ديالهم هي باش يحيدوا الرايات ديالنا. ابري هما يبداو يجيو الهليكوبتر اخرين كيجي وكينزل العسكر كتنزل العسكر ولا واحد الافيكتيف كثير ديالهم. نهار 11 يوليو 2002 غيهبطوا جنود المغاربه على واحد الجزيره اللي جات في مضيق جبل طارق، بالتحديد في السواحل الشماليه ديال المغرب، واللي هي واحد الجزيره الاسم ديالها جزيره ليلى، اولا كيف ما كيسميوها الاسبان إسلا تورا. هاد الجنود المغاربه هادو نزلوا على هاد الجزيره هادي ومعاهم بعض الاسلحه الخفيفه والاجهزه ديال الراديو والخيم ديالهم وحتى الرايه المغربيه اللي غيقوموا بتنصيبها ورفعها على هاد الجزيره هادي، وكانه اعلان منهم على مغربيه هاد الجزيره هادي وتحريرها من السيطره الاسبانيه. الاسبان من بعد ما وصلوا من الخبر هاد الفعل هذا اللي قاموا به هاد الجنود المغاربه ما غيعجبهمش الحال طبعا، وغيحسوا بواحد الشعور ديال الاستفزاز، فغتحرك قوات اسبانيه خاصه نحو هاد الجزيره هادي وغيحاصروها من كل جهه بالهليكوبترات والغواصات والسفن الحربيه، وغيقوموا باعتقال هاد الجنود المغاربه هادو في واحد الحركه مهينه، وغيعلنوا السيطره ديالهم على جزيره ليلى وغيهبطوا الرايه المغرب وغيرفعوا الرايه الاسبانيه على الجزيره. الفعل اللي غينوض واحد الازمه كبيره ما بين المغرب واسبانيا انذاك، واللي غتستمر لمده طويله وغينتجوا عليها بزاف ديال الخلافات، وعلى شويه كانت غتنوض حرب دمويه كبرى ما بين هاد جوج ديال الدول على هاد الجزيره هذه. فشنو وقع من بعد وكيفاش حتى عاودوا الاسبان سيطروا على هاد الجزيره هذه، وشنو القصه ديال هاد الجزيره هذه من الاساس، وشنو هي الخلفيه التاريخيه ديالها، وكيفاش حتى تم احتلالها هي ومجموعه ديال الجزر المغربيه واحده اخرى على يد الاسبان، واللي مازال محتله الى يومنا هذا سواء في الشمال او في الجنوب ديال المغرب. وبزاف ديال الاسئله والتفاصيل واحده اخرى الاخوان اللي غنتطرقوا ليها في هذه الحلقه هذه. فاللي عليكم واذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع هذا وكان كيعجبكم التاريخ ديال المغرب انكم تشدوا شي بلاصه اللي فيها سكات والكام وتتبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر. ايضا ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتبارطاجيو هذه الحلقه هذه مع الاصدقاء ديالكم. اذا كانت هذه هي اول مره كتشوفوني فيها وعجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتوكلوا على الله. إسلا بيريخي، جزيرة المعدنوس، جزيرة ليلى، أو لا جزيرة تورا، أسماء بزاف لكن المكان واحد، حجرة وسط البحر غير مؤهلة بالسكن ولا طير يطير ولا سير يسير. لكن هذه الحجرة هذه او هذه الجزيره هذه ان صح التعبير اللي المساحه ديالها ما كتعداش 15 هكتار كانت غتسبب في واحد الحرب كبيره ما بين المغرب واسبانيا. هذه الجزيره هذه الاخوان هي جزيره مغربيه جات داخل المجال المغربي، حيث كتبعد على السواحل المغربيه فقط ب 200 متر، وجات بالضبط في اقصى الشمال ديال المغرب ما بين قريه بليونش وما بين الود المرسى. لكن بالرغم من ذلك وبالرغم من ان الجزيره هذه محاطه بالاراضي المغربيه من كل جهه وقريبه بزاف من السواحل المغربيه لدرجه ان الواحد يقدر يمشي لها غير بالعون، الا انها تحت السياده والسيطره الاسبانيه فحال اغلبيه الجزر المغربيه. فقبل ما نعرفوا شنو وقع بالضبط سنه 2002 وعلاش هذه الجزيره هذه كانت غتنوض واحد الحرب كبيره ما بين المغرب واسبانيا، خلونا بعدا نعرفوا التاريخ ديال هذه الجزيره وكيفاش تم احتلالها من طرف الاسبان. المعروف الاخوان انه من بعد ما سقطت الاندلس من يد المسلمين في القرن 15 وتمكنوا الاسبان والبرتغال من انهم يسيطروا على شبه جزيرة إيبيريا كاملة، غتزاد الأطماع ديالهم وغيبغيو أنهم يفوتوا البحر الهادي وأنهم يسيطروا على الأراضي المغربية اللي تابعة للمسلمين ويضموها الممالك ديالهم. وفعلا داكشي هو اللي غيكون، وغيحزموا البرتقيز الأمتعة ديالهم وغيوجدوا السفن الحربية ويجمعوا الفرسان والجنود ويهيئوا أنفسهم ويقطعوا البحر جهة المغرب. وهادشي قصد السيطرة على السواحل المغربية بل على الأراضي المغربية كاملة. وهادشي هذا كان بالضبط في عهد الملك البرتغالي جواو الأول. أما من الجانب المغربي فالدولة اللي كانت قائمة في المغرب آنذاك هي الدولة المرينية، وكان الهدف الأول ديال البرتقيز آنذاك هو أنهم يسيطروا ويحتلوا مدينة سبتة المغربية، وهادشي نظرا للمكان الاستراتيجي والجغرافي المميز ديال هاد المدينة هذه. وبحكم أن مدينة سبتة آنذاك كانت كتعتبر
واحدة من أكبر المدن اقتصاديا وتجاريا في المنطقة، وكان فيها واحد من أكبر وأشهر الأسواق في العالم اللي كان مقصد وملتقى ديال جميع التجار. فالسيطرة على هذه المدينة هذه بالنسبة للبرتقيز آنذاك كان كيتعتبر واحد المكسب وواحد الفوز عظيم، سواء على المستوى الاقتصادي التجاري أو حتى على المستوى السياسي والديني. وقبل ما يقوم الملك البرتغالي جواو الأول بغزو هذه المدينة هذه، غيحضر لهذه العملية هذه مزيان وغيوجد الخطة بأدق التفاصيل ديالها، لأن السيطرة على مدينة بحال هذه بهذه القوة وهذا الازدهار ماشي واحد الامر اللي سهل. فبدا كيخطط لهذا الهجوم وكيستعد ليه سنوات قبل. واول حاجه غيعملها هو انه غيصيفط جوج من ابرز الشخصيات البرتغاليه لمدينة سبتة في مهمة ديال التجسس والاستطلاع ودراسة المكان والناس ديال المدينة. وهاد جوج ديال الأشخاص هما الفارس والمحارب البرتغالي ألفارو غونسالفيس غيميرو ورئيس البحرية البرتغالي ألفونسو فورتادو دي ميندونكا. وفعلا من بعد ما دخلوا هاد جوج ديال الجواسيس لمدينة سبتة وجمعوا كافة المعلومات والتفاصيل على هاد المدينة وعلى الناس ديالها، وعرفوا النقاط ديال القوة والنقاط ديال الضعف ديالهم وجميع التفاصيل، غيرجعوا في حالهم البرتغال وغيجتمعوا مرة أخرى مع الملك البرتغالي جواو الأول، وهذا الشيء بالضبط في بلدة سانترا في لشبونة، وغيزودوه بكافة المعلومات وغيعطيوه هذيك الداتا كاملة اللي جمعوها. هنا الملك البرتغالي جواو غيجمع ولادو بثلاثة اللي هما إدوارد وهنري وبيير، وغيبدا يهيئ ويوجد الجيش ديالو القيادة الهجوم، وغيأمر بناء واحد الأسطول بحري عملاق ديال السفن الحربية باش ينفذ هذه العمليه هذه. وغيجي نهار 21 غشت 1415 وغيدخلوا البرتقيز لمدينه سبته، وغتنوض بينهم وبين المغاربه المرينيين واحده من اكبر الحروب انذاك. وللاسف بسبب التخطيط الدقيق ديال البرتقيز وبسبب التفوق والتطور ديالهم في السلاح غيكسبوا هذه الحرب هذه وغيسيطروا على مدينه سبته وغيطردوا منها المغاربه. والسيطره ديال البرتقيز على هذه المدينه هذه غتعطيهم واحد الحظوه وواحد المكانه كبيره في الوسط الاوروبي، بحيث غتصبح البرتغال أول دولة أوروبية استعمارية في القرن الحديث، وكانت هي أول دولة أوروبية كتفوت البحر وكتستعمر شي أرض معينة، وهي اللي غادي تفتح الطريق للأوروبيين من بعد بحال الإسبان الفرنسيين الإنجليز وغيرهم على أنهم يسيطروا ويحتلوا العالم، وهي اللي غتزعمهم خصوصا احتلال أفريقيا. كما أن هذا الاحتلال هذا ديال البرتقيز لمدينة سبتة غيكون هو البداية ديال الاكتشافات البحرية ديالهم، ومن ثم غيبداو ينطلقوا بالأساطيل البحرية ديالهم العملاقة اللي كانوا مشهورين بها نحو العالم، واكتشفوا مناطق وأراضي عديدة. وأشهر هذه الرحلات هذه الرحلة ديال كريستوفر كولومبوس في اكتشاف الامريكيتين. وخا كاينه بزاف ديال الروايات واحده اخرى كتقول ان المسلمين هم الاسبق لاكتشاف الامريكيتين، لكن فاش كنهضروا على التوثيق وشكون اللي ظهر وعرف الامريكيتين للعالم فكانوا هما البرتقيز. هادشي بلا ما نهضروا طبعا على الاباده والدمار اللي قادوه على السكان الاصليين ديال هذه القاره هذه. المهم هذا موضوع واحد اخر وفيه تفاصيل كثيره ونقدروا اننا نخصوا له فيديو بوحدو اذا بغيتوا. من بعد ما سيطروا البرتقيز على مدينه سبته غيبداو يفكروا انهم يسيطروا على الاراضي والمناطق المحيطه بهذه المدينه هذه، وفعلا شويه بشويه غيتمكنوا من السيطره على جميع الاراضي المحيطه بمدينه سبته. فغيسيطروا على مدينه طنجه واصيله والقصر الصغير وكاع هذه الاراضي هذه وهذه المناطق اللي كتشوفوها في الخريطه ملونه باللون الاصفر. هذا ناهيك على المناطق والمدن الساحليه اللي جات جهة المحيط في الغرب بحال أزمور مازاغان اسفي اكادير وغيرها. لكن احنا حاليا في هذا الفيديو هذا خلينا غير في المنطقه ديال الشمال. ففي ظل هذه الهجمات هذه اللي قادتها البرتغال على المغرب وهذه الاراضي المغربيه هذه اللي غتسيطر عليها في الشمال، غتسيطر ايضا حتى على الجزر والارخبيل المغربيه اللي كاينه تما في الشمال، واللي هي عباره عن جزر صغيره، والمغرب انذاك ما كانش يعطيها شي اهتمام كبير مقارنه بالاراضي الفلاحيه الخصبه الشاسعه. الشيء اللي غيخلي البرتقيز انه يسهل عليهم يسيطروا على هذه الجزر هذه، واللي من بينها الجزيره اللي هي الموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم، جزيرة ليلى اللي غيسيطروا عليها هي وكافة الأراضي المغربية المجاورة لها. وغتبقى هذه الجزيرة هذه تحت السيطرة البرتغالية من سنة 1415 العام اللي دخلوا فيه البرتقيز للمغرب وسيطروا فيه على مدينة سبتة في عهد المرينيين حتى لسنة 1578 في عهد الدولة السعدية بالمغرب، بالتحديد من بعد معركة وادي المخازن الكبرى، المعركة اللي دارت ما بين الجيش السعدي الجبار وما بين الجيش البرتغالي بدعم إسباني، واللي غتسالي بانتصار سعدي ساحق للقوات البرتغالية، واللي بسبب هذا الانتصار هذا المغربي المهيب غيموت الملك البرتغالي سيباستيان اللي حاول أنه يقود واحد الحملة صليبية على المغاربة
للسيطرة على جميع الأراضي ديالهم، واللي كانت واحد الحملة فاشلة 100%. ومن بعد هذا الانهزام هذا ديالهم غتفقد البرتغال الملك ديالها والجيش ورجال الدولة، وغتفكك دولة البرتغال وغتشتت، وما غتبقاش كاينه شي حاجة على الخريطة الاسم ديالها مملكة البرتغال. فكيف ما القصة معروفة، إسبانيا غتستغل الضعف ديال البرتغال في هذه الفترة هذه وموت الملك ورجال الدولة ديالها، وغتسيطر عليها كاملة وغتضمها ليلة، وغتصبح شبه جزيرة إيبيريا كاملة تحت السيادة والسيطرة ديال إسبانيا. وغتسيطر أيضا حتى على جميع المستعمرات ديالها على برا، خصوصا المستعمرات ديالها في المغرب بما في ذلك مدينة سبتة والأراضي المحيطة بمدينة سبتة. لكن جزيرة ليلى في هذه الفترة هذه ما غيكونش عليها شي اهتمام كبير من الجانب الإسباني، لأنها مجرد جزيرة صغيرة عادية حجرة في وسط البحر ما عندهاش شي قيمة كبيرة. فاسبانيا هنا غتسيطر على الأراضي المغربية، لكن جزيرة ليلى ما غتعطيهاش واحد الاهتمام، وبالتالي هذه الجزيرة هذه غتبقى مهجورة ومخلية. وحيتاش هذه الجزيرة هذه جات داخل المحيط والتراب المغربي، فبقات كتعتبر أرض مغربية 100%. ففوقاش غيبدا الاهتمام الاستعماري لهذه الجزيرة هذه حتى للقرن 19، فين غيبدا الصراع ما بين الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت وما بين الإنجليز. وطبعا إسبانيا هنا حيتاش كانت كتخاف أنها تفقد المستعمرات ديالها في المغرب لصالح بريطانيا اللي كانت عندها آنذاك أطماع كبيرة في المغرب، خصوصا مدينة سبتة. فإسبانيا هنا في الصراع الفرنسي البريطاني غتكون حليفة ديال فرنسا. وسنة 1808 غتقوم إسبانيا بإرسال واحد الفيلق مكون من 300 جندي لهذه الجزيرة هذه، وهذا الشيء باش أنها تقطع الطريق أمام الطموحات البريطانية اللي كانت كطمح أنها تحتل مدينة سبتة. ومع مرور السنين والأعوام وفي عهد السلطان سليمان بن محمد العلوي اللي استعصى عليه آنذاك أمر مواجهة القوة الإسبانية الضاربة، غتمكن بريطانيا من الهجوم على إسبانيا في المنطقة، وغتسيطر على الجزيرة هذه اللي هي جزيرة ليلى، وغتجعل منها معقل للجنود ديالها. فغتحاول اسبانيا مرارا وتكرارا انها تسترجع الجزيره، الا ان المقاومه البريطانيه كانت اقوى واشد، خصوصا اننا كنعرفوا باللي بريطانيا في هذه الفتره هذه قامت باحتلال جبل طارق، وكان عندها اطماع كبيره في الشمال ديال المغرب، وكانت باغا انها تسيطر على المضيق كامل من الاراضي المغربيه للاراضي الاسبانيه، وهذا الشيء نظرا للاهميه والمكان الاستراتيجي ديال هذا المضيق. لكن تواجد البريطاني على هذه الجزيره هذه ما غاديش يستمر بزاف، بحيث من بعد سنوات قليله غيخرجوا من الانجليز وغيركزوا اكثر على منطقه جبل طارق، وغتبقى هذه الجزيره هذه خاليه ومهجوره، وحتى اسبانيا ما غاديش ترسل للجنود ديالها من بعد باش تسيطر عليها، وغتبقى هيداك. لكنها جغرافيا كانت كتعتبر ارض مغربيه 100%، وبالتالي من بعد ما خرجوا البريطانيين منها فرجعت للاصل ديالها. لكن سنه 1848 غترسل اداره الاشغال العموميه الاسبانيه واحد المجموعه ديال عمال البناء والمهندسين لهذه الجزيره هذه بهدف بناء واحد المناره وواحد البرج اسباني ديال المراقبه. لكن فاش وصلت هذه الاخبار للممثل ديال السلطات المركزيه المغربيه في مدينه طنجه، غيقوم بالاتصال بالسفير الاسباني لتوضيح هذا الامر هذا. هنا السفير الاسباني غيندهش من هذه الاخبار هذه، وغيقول انه ما عنده حتى شي معلومه وما عنده حتى شي فكره على هذا الشيء، وان هذا الشيء هذا ما خصوش يكون. ومن بعد ما اتصل بالوزاره الاسبانيه خبروه بان هذه الجزيره هذه ما كتخضعش للسياده الاسبانيه، وان هذا الاجراء هذا قامت به وزاره الاشغال العموميه الاسبانيه بشكل فردي بدون الاستشاره مع الوزاره الخارجيه الاسبانيه. ومن ثم غينطلق كل من السفير الاسباني في المغرب وممثل السلطه المركزيه المغربيه في مدينه طنجه لهذه الجزيره هذه، وغيقوموا بهدم داك حجر الاساس اللي بناوه الاسبان، وغيقوموا بانزال العلم الاسباني من على هذه الجزيره. ومن ذاك النهار وبالرغم من احتلال اسبانيا للمدن والسواحل المغربيه من بعد، واحتلالها للشمال المغربي كامل فيما عرف بمعاهده الحمايه، الا ان هذه الجزيره هذه اللي هي جزيره ليلى غتبقى خاويه ومهجوره، وما غيتمش التصريح بها من طرف الاسبان على انها مستعمره من المستعمرات ديالهم في المغرب. وحتى فاش خرج الاستعمار الاسباني من الشمال سنه 1956، اسبانيا ما غاديش تعلن على السيطره ديالها على الجزيره هذه كيف ما عملت مع بقيه الجزر المغربيه واحده اخرى، فبقات كتعتبر هذه الجزيره هذه جزيره مغربيه باعتبارها جات داخل المياه الاقليميه المغربيه، لكنها بقات خاويه ومهجوره لسنوات وسنوات بدون اي استيطان او تشييد اي بنايه عليها، حتى لسنه 2002 فين غيقوموا مجموعه ديال الجنود المغاربه بالنزول على هذه الجزيره هذه ورفع العالم المغربي عليها، وغيبقاو متواجدين تما بهدف مراقبه عمليه الهجره السريه
ومكافحة تجارة المخدرات. لكن فاش ساقت إسبانيا الخبر لهذا العمل هذا، غترسل خفر السواحل ديالها من مدينة سبتة لهذه الجزيرة، اللي غيطلبوا من هاد الجنود المغاربة أنهم ينسحبوا من على الجزيرة. لكن الجنود المغاربة غيرفضوا هذا الشيء هذا، الشيء اللي غيخلي إسبانيا ومن بعد أيام قليلة أنها تحاصر هذه الجزيرة هذه كاملة برا بحرا وجوا، وغترسل القوات الخاصة ديالها اللي غينزلوا على هذه الجزيرة بطائرات الهليكوبتر، وغيقوموا باعتقال هاد الجنود المغاربة وتكتيفهم، وغينزلوا العلم المغربي ويرفعوا العلم الاسباني على الجزيره، وغياخذوا تصور لهم على هذه الجزيره هذه مع العلم الاسباني ديالو، في خطوه تاكيديه منهم على السياده والسيطره الاسبانيه على هذه الجزيره. كما انهم في هذه العمليه هذه غيحاصروا الجزيره بغواصه وبسفينه حربيه، وغيسميو هذه العمليه هذه بعمليه روميو سيرا. جا عندي واحد الاسبانيولي هذيك مالك عطاك لي داروا لنا المينوطات باش يعصروا داكشي، داروا لنا المينوطات هذا اخر كي قال لي قلت له صافي اصاحبي، قال لنا نسلموا روسكم ماشي هضر ما تهضرش مع الفرنساوي باش يقولوا راه قال لنا تروندا راه شويه كتكون مفهومه، اما سلموا روسكم. ويهضر معايا واحد الاسبانيولي كيهضر فرونسي، قال لي وين لي زوتر فين الاخرين؟ قلت له راه هنا سته، قال لي بوسيبل، قال لي ما يمكنش، قال لي كاينين سته داخل. قلت له سير قلب عليهم، مشاو كيقلبوا هذاك هي وقلبوا تماك شويه، هما يطلعونا في هذا الباساج اللي قلت لك انا باش نطلعوا فين كاين البلاتفورم كبيره باش يجيو الهليكوبتر باش يديونا. الهليكوبتر مقطع وحده تما لقينا راسك. بداو غاديين بينا، وصلنا لامواتي ديال ديك الباساج اوبليسي باش هما يديروا لنا ديك كاكول. حنا ديجا منوضين وكل واحد موراه ثلاثه بالارمام محاطين ليه، واحد في الدار الاخرى في لي دو كوتي، سوا كوتي دروا سوا كوتي غوش، وطلعوا خلينا واحد الانترفال بيننا وبينهم، واحد المسافه بيننا وبينهم. طلعنا الفوق، راه دابا تشوف لي كاكول دوك غطوا لنا راسنا، دار واحد الوشاد ديال الراس باش ما تشوف والو، ولكن هو تنفس فيه ماشي غادي يخنقك ولا كيديروا كان وسط باش يبقى مجموعه، يديك ما عندك ما دير والو. والمينوطات اللي قلت لك راه ديال البلاستيك بحال كيديروا اسرائيل الفلسطينيين، وهذاك المينوط صعيب ماشي زعما الصبان ما يبقاش فيهم الدم، الصبان كيموتوا. طلعنا تماك نزلونا وفرقونا، دابا واحد ما كتشوفش صاحبي. انا شويه جاو عندي انا قال لي هذا حيدوا لي الراس، حيدوا لي الكاكول، بدا يهضر معايا قال لي الاخرين فين راهم؟ قلت له حنا سته ما كاين. شويه وانا كنسمع الهليكوبتر جايه، شو هما يلوحونا، داروا لنا الروس واحد حدا واحد، درنا بحال لي ساردين كوم لي ساردين دار لو بواط، بحال السردين في البواطه، والراس على الراس صافي. وهما ريحوا لنا فوق ظهورنا بالسلاح ديالهم، خير دير شي جيست خايب ولا شي. ابري وانا نقول الدراري واش كتسمعوني؟ ثم ردني هانيه غادي يديو لنا السين والبوتة على سبته. طبعا هاد ردة الفعل الاسبانيه هذه ما غاديش تعجب المغرب بتاتا، لان ديك الجزيره كتبقى ارض مغربيه وجات في المياه الاقليميه ديال المغرب، وبسبب هذا الفعل هذا غتنوض واحد الازمه وواحد الحرب دبلوماسيه كبيره ما بين المغرب واسبانيا، واللي على شويه كانت غتطور المواجهات العسكريه لولا التدخل الامريكي ومجموعه ديال الدول وحده اخرى لاطفاء شراره التوتر. وتصادفت هذه الازمه هذه مع البدايات الاولى ديال فتره حكم الملك المغربي محمد السادس نصره الله. كما انه وفي هذا العام هذا بالتحديد ايضا اللي هو عام 2002 كان الزفاف ديال جلاله الملك محمد السادس من صاحبة السمو الملكي لاله سلمى، الشيء اللي غيخلي واحد الانطباع سيء عند جلالة الملك في هذه الفترة من الجارة الإسبانية ومن الأفعال ديالها، وغيكون هنالك واحد الغضب ملكي مغربي على إسبانيا. فعلا نزلت الطيارة في سبتة، ساعتها وانا ثاني حيدوا لي كاكول كيسوقوك، واحد شدك من واحد النظرات غاديين بيك، داونا واحد بحال اللي قلتي واحد لوكال ديال غوارديا سيفيل ديال الحرس ديالهم، دخلنا تما بداو كيمثلوا لنا، جبدوا ديك البوانيار ديالهم باش يحيد لك المينوط بشويه عليه باش. حنا ما كانش عندنا ديك اللعبه ديال الخوف، حنا عارفين حنا مشينا لا ميسيون خص تكون انهم الطري ديال سوليد ما تخمم حتى شي حاجه. فعلا ريحنا جابوا دوك لي تيرموس القهوه القراعيس السكر الكيسان هذا، مشيت انا بغيت نغسل وجهي وعندهم واحد الروبيني خاسر ويجيب لي واحد قرعه الماء، قال لي واحد بغى يطلع لي المورال هذا كريفي ولكن اونكاجي معاهم هذاك دار ربما القلاع ديال الناظر شكر والله. قال لي اصبر هذا، قلت له كب عليا والله الله يعاونك، قلت له انا ما غسلتش كاع وجهي 35 الله يعاونكم ما تبقاش تعطيني طلع لي الكيانه طلع موراها، ما كنعرفش كندير جوستي فعلا على قهوه عاد ما بغى يشرب كتهرب بنادم. راه جابوا لنا واحد الطبيب واحد المصور، كتدخل داك الطبيب باش يقلبك بهذاك على فمك قلبك يديك
باش يديروا واحد السيرتيفيكا ميديكال بان راه الناس ما كاين لا تعذيب ما كاين لا ضرب لا والو. والاخر كيصور كدوز انا نصور سال هذاك الطبيب المهمه ديالو قبلنا تنريح هما يجي واحد 2000 جا مصور خرسين. كاين طبيب هنا وطبيب في جهه اخرى، كاين واحد ليسباس بيناتهم باش ديك الوقت اللي غدوز الاخر كيضربك مره تحمس الصويره واش 30 40 50 مصر هذاك. كنت عند الطبيب لابس ديال الطبيب الطن كيقلبك هذا الطن كيديك الاخر كيصور كيديك الاخر. ابري ما كملنا مع با هي هذيك هما يبريبورنا سمونا الصافيت في هذاك الشيء ديال الكرياج بحال داك الشيء ديال الاسرابكي. ركبونا داونا الباب سبته تنزلونا في ديونا الباب سبته. القوات الإسبانية ومن بعد ما نزلوا على هذه الجزيرة هذه واعتقلوا هاد الجنود المغاربة غيقوموا بتسليمهم للسلطات المغربية في المعبر ديال باب سبتة، وغيبقاو هما متواجدين على هذه الجزيرة هذه لمدة يومين، وما غادي ينسحبوا حتى غادي يتم واحد التدخل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لحل هذا التوتر وهذا النزاع، بحيث غيتفقوا كل من المغرب وإسبانيا آنذاك أن هذه الجزيرة هذه غترجع كيف ما كانت قبل خالية ومهجورة بدون اي تدخل لا مغربي ولا اسباني، وانه ما يتواجد عليها حتى شي قوه من كلا الطرفين. الاتحاد الاوروبي في هذه الازمه هذه غيساند اسبانيا وغيزعم على انها احق بالسياده لجزيره ليلى، بينما من الجانب المغربي جامعة الدول العربية كاملة غتساند المغرب، وغيقولوا بأن المغرب أحق بالسيادة على هذه الجزيرة هذه لأنها جات في المياه الإقليمية ديالو، ما عدا دولة عربية إسلامية وحدة اللي ما غاديش تساند وتدعم السيادة المغربية على هذه الجزيرة هذه، واللي لا شك أنكم عرفتوها شكون، الجارة الشرقية الجزائر. فبالرغم من أن هذه الأزمة هذه سالات بدون إطلاق ولا رصاصة وحدة من كلا الجانبين لا المغربي ولا الإسباني، إلا أنها خلات واحد الغصة وواحد الشوكة في حلق المغرب من هذا الموقف الإسباني هذا، خصوصا من بعد ما قامت إسبانيا بعرض واحد الفيديو اللي فيه كيقوموا هذه القوات الإسبانية الخاصة بتكبيل هاد الجنود المغاربة واعتقالهم، واللي تعتبر إهانة في حق المغرب، وبين على القوة والتقدم والتفوق العسكري الإسباني آنذاك. لكن نقدروا نقولوا أن هذه الأزمة هذه كانت بمثابة واحد الجرس ديال التنبيه بالنسبة للمغرب، وأنه يزيد يخدم على راسو أكثر، لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا اقتصاديا سياحيا وحتى عسكريا. وفعلا احنا كنشوفوا النتيجة أمامنا اليوم، وبأن المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال البارح، وأن المغرب والحمد لله بفضل الله أولا ثم بفضل السياسة الممنهجة ديال جلالة الملك محمد السادس تمكن من أنه يقفز واحد القفزة نوعية ويحدث واحد التطور واحد التفوق ملحوظ بزاف في شتى المجالات، وقام بإطلاق أضخم المشاريع في التاريخ ديال المغرب الحديث، واللي رفعت من قيمته اقتصاديا تجاريا سياحيا دبلوماسيا وفي جميع المجالات. وفقط في ظرف عقدين من الزمن تمكن المغرب من أنه يكسب العديد من الأوراق الرابحة أمام إسبانيا، وهو الأمر اللي ما كانش قادر عليه آنذاك في 2002، بل وتمكن من أنه يكسب إسبانيا كاملة لصفه ويبني معاها علاقات دبلوماسية قوية ويخليها تصوت لصفه وتوقف معاه وتساندو في مجموعة ديال الأمور والقضايا اللي كتخص المغرب، وأبرزها الملف ديال الصحراء المغربية. حتى لهنا الإخوان كنوصلوا للنهاية ديال هذه الحلقة هذه. طبعا ما تنسوش أنكم تخليوا لي الآراء والتعليق ديالكم حول هذا الموضوع هذا لتحت في مكان التعليق، وأي واحد فيكم عنده شي إضافة أو انتقاد أو أيا كان يكتبوا لنا لتحت. أيضا ما تنسوش أنكم تبارطاجيو هذه الحلقة هذه مع الأصدقاء ديالكم. حتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم الإخوان، السلام عليكم.